معكم يوسف مسعد يوسف، احد مؤسسي قناه صوتنا لذوي الاحتياجات الخاصه. وطبعا من اهالي او من سكان مدينه المحله الكبرى. طبعا انا عندي اعاقه حركيه، ما اتولدتش كده، انا اتولدت سليم، ولكن كظروف كانت في الايام اللي احنا فيها كانت مستشري المرض شلل الاطفال، فجالي سخونيه، فابره، فحاجات من دي، فالاهمال اللي كان موجود، فطبعا اصبت بمرض شلل الاطفال من حوالي وانا عندي سنه. طبعا اتعرضت بقى من يوم اصبت بالمرض ده لمراحل صعبه، كعمليات ووجود في المستشفيات تدرج، حتى ان وصلت التعليم، حتى ان لما دخلت التعليم الناظر المدرسه كان رفض يدخلني المدرسه بما اني مدرسه. فطبعا بضغط امي واصرارها عن اني اكون في التعليم دخلتني المدرسه، وفضلت اتدرج. انا دلوقتي بقيت محاسب على درجه مدير مالي في احدى شركات قطاع الاعمال. وطبعا مريت بتجارب هي اللي كانت قايمه بمسؤوليتي كلها، كان ما اقدرش طبعا اوفيها حقها، فهي السبب في وجودي ما انا موجود عليا الان. هي ما يأستش وفضلت ورايا تشني. يعني كنت في عمر 19 سنه، اللي هو عمر الجامعه، تشني، كانت تشني على كتفها ونطلع الاتوبيس توديني تحضر معايا المحاضرات، تقعد بره المحاضره، انا اخش المحاضره لغايه ما اخلص. طبعا كنت داخل قسم محاسبه، كنت لازم احضر السكاشن كلها، لان كان اصعب قسم. طبعا واجهت مشاكل كبيره بدايه من المواصلات. المواصلات، عدم وجود تأهيل مواصلات في مصر عامه. يعني المفروض انا شفت في دول عربيه فقيره جدا زي الاردن، دولة طبعا معتمدة على المعونات الخارجية، دولة ما عندهاش أي استثمارات، ما عندهاش لا تجارة ولا صناعة ولا زراعة زينا. الدولة دي أنا شفت في أتوبيسات هناك اللي معمول لذوي الإعاقات الخاصة، الأتوبيس بينزل منه مدرج، يطلع العجلة تركب عليه، يخش يطلع يخش، فده مؤهل يساعدني. أنا الحاجات دي ما لقيتهاش. الحاجات دي عشان أركب مثلا قطر، ألاقي القطر فيه سلم 10 سلالم او 15 سلم. احنا عندنا في المحل 3 سلالم، اقل محافظه في المحافظات. ولكن ما انا لازم حد يشيل العجله، ما اعرفش اطلع لوحدي. طبعا كنت الاسبوع اللي فات كنت بكلم الاستاذ عمرو، كنت في زياره للقاهره. طبعا ركبت القطر اسهل مواصله بالنسبه لي، ركبت القطر ونزلت مترو انفاق فوجئت او صعقت بأكبر أول صدمة قدامي. لقيت سلالم عبارة عن 10 أدوار تحت الأرض، سلم 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 سلم. وفاجأ بعد محطة رمسيس، محطة مبارك، وفاجأ بعد السلالم ديت، عشان أخش بالعجلة إن في الباب الألموتال قد كده بيعدي فرد واحد. طب ليه الفرد الواحد ده؟ هل اللي مصمم أو المهندس اللي عمل ده هو إيه اللي في دماغه؟ كان تفكيره إيه عشان يعمل ده؟ طب اللي أنشأ مترو انفاق دولة أوروبية، فرنسا. هل فرنسا لو جت تشوف المشروع بتاعها هنا في مصر هيعجبها؟ طبعا العيب مش عيب فرنسا، العيب على القائمين على العمل. الأسبوع اللي فات عاملين مكافأة شهر لمترو انفاق، للعاملين في مترو انفاق، لأنهم عملوا إيه؟ لا، لأنهم حققوا 6 مليون مستعمل مترو انفاق. انت بتعد عدد بس، ما بتعدش الخدمه عندك ايه؟ الخدمه سيئه للاسف، ما بيراعيش ظروف واحد يستخدم كرسي التحرك، ما بيراعيش مسن ما يقدرش يطلع السلالم دي كلها. طب فين الاسانسير؟ فين السلم المتحرك؟ ممكن واحد يرد عليا من جهاز مترو انفاق يقول لي انا ما عنديش، انا المحطه ديت قديمه او منشاه اول محطه. طبعا ده عذر اقبح من الذنب، لان انا قائم على المشروع، انا اطور المشروع.
انا ما باخدش فلوس وخلاص الناس، انا بحسن خدمه عشان الناس، انا بخدم الناس زي انا جهه خدميه مش جهه تحصيليه. موجود في المحله الكبرى دلوقتي نهضه في الانشاءات الداخليه بتاع البلد بعد احداث 6 ابريل. طبعا حسب ما انا الى علمي ان رئيس الوزراء نظيف خصص 90 مليون جنيه لاعاده اصلاح ما حدث في 6 ابريل في المحله الكبرى. 90 مليون جنيه. ال 90 مليون جنيه بيتصرفوا على ايه؟ على اسفلت وعلى ثلاث الثلاث انا مشيت في الثلاث. لو انتوا داخلين المحله من بالبتروجيت او بالاتوبيس بتلاقوا بصراحه مدخل البلد جميل، بس للاسف مش معمول في الثلاث اي مزلقان او للعجل المتحرك عشان يطلع عليها. بيعمل جديد من اول وجديد، بتعمل جناين من اول وجديد. مفيش مخصص. طب في فئه عندك موجوده في البلد مش قليله في البلد، يعني موجوده يعني في المحله ممكن تلاقيهم ظاهرين عن القاهره انها واسعه ممكن ما يظهرش، لكن انت هنا بلد صغيره ظاهرين. عندك السكه الحديد كانوا اول حاجه عملوها اللي هي تجميل محطه السكه الحديد، جابوا المقاول عشان يعمل لهم مدخل المحطه. ففي واحد اللي هو مشرف من ضمن المشرفين فقال له انا عايز اعمل هنا عند الدرجه الثالثه مزلقان للعجل المتحرك عشان في ناس بيستخدموا كراسي بيتعدوا من هنا. للاسف ان المقاول قال له ما عنديش تعليمات بكده، قال له مش هتضر، قال له المهندس اللي هيستلم مني مش هيستلم المشروع على كده. فقال له لا، جاب له البلاطه او جاب له الحته اللي هيعمل بها المزلقان واداها له وراح مشوار، جه لقاه شطب المشروع خالص. فطبعا اهمال جسيم من جميع الجهات، حتى من الفرد العادي. من ناحيه التعليم طبعا مش قاصر على ذوي الاعاقه بس. المشكله في التعليم انه اقدر اقول اللي هو سيء على جميع المراحل. بس بالنسبه لذوي الاحتياجات، ذوي الاحتياجات مش بس الحركي، ذوي الاحتياجات عند اللي هو التفكير والطم والاكتم والجمع في متعدد. طبعا في اهمال من الناحيه ديت، فهم بيتعاملوا معاهم كانهم عايزين يخرجوهم تخريج وخلاص. انا اخرج واحد حرفي زي ما قال رامز، اما نجار يا اما اي حرفه، بحيث ان انا اخرجه لسوق العمل يشتغل بقى ما يشتغلش. مفيش اهتمام بيه، مفيش اهتمام بظروفه النفسيه ان هو عامله معامله كويسه. فده من ناحيه التعليم. من ناحيه الصحه، لو احنا رحنا مستشفى عام هنلاقي برضه اهمال او عدم مراعاه لظروف ذوي الاحتياجات الخاصه، سواء طبعا زي ما قلنا في المزلقانات، عدم وجود اماكن مخصصه ليهم